عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم الممبار. دي كميه من الممبار ديت انا منضفاها اهو بالشكل دوت. هضيف عليها ملح، هنقعها شويه عشان تتعقم وعشان ريحه الزفاره تنزل منها. انا هوريكم دلوقتي ازاي انا نضفت الممبار دوت. دي قبل ما انضفها فيها بيبقى كميه من الدهون، كل الدهون ديت طالعه من الممبار، فلازم انت تنضفيه كويس جدا وتشيلي كل الدهون دي لانها غير صحيه وما ينفعش ان الواحد ياكلها. يعني بنبقى ناخد كده وحده الممبار، والافضل ان انت ما تجيبي ممبار ما بتقطعهوش غير بعد ما بتنضفيه وتقلبيه. اهي بنعمل كده لحد ما نشيل كل الدهون اللي كده. احنا نضفنا الممبار من بره. هنبدا بقى هوريكي بتقلبيه ازاي. بنجيب الطرف بتاعه كده، بنمسكه من هنا كده ونبدا ندخل دي هنا اهي، بالميه بقى هي بتساعد ان هو يتقلب معانا كده. من الظهر هنا كده يبقى فيه ماده لزجه هنا كده، ببدا بها بالسكينه واعمل كده من الوش ومن الظهر كده لحد ما اشيل كل الماده اللزجه ديت واخلصها. بنقعه بقى في الملح والخل كده، برجع اقلبه تاني، بشطفه واقلبه عشان ابدا احشيه بقى. اهوت انا حطيت عليه كميه من الملح، حوالي كيس ملح صغير او 5 معالق كبار ملح. لازم نحط ملح كتير وندعكه فيه كده. انا شطفت الممبار وقلبته على الناحيه التانية على الوش التاني. دلوقتي تاني برضو مره تاني هحط عليه ملح عشان برضو انا عايزه الناحيه اللي فيها بقايا الدهون الخفيفه ديت تتعقم. برضو هحط عليها ملح واحط عليها خل وهسيبها برضو تتنقع شويه، وبعد كده هشطفه وبعدين بقى ايه هجهز الخلطه اللي هحشي بيها. هحط عليه ميه واسيبه منقوع شويه. دي الخلطه اللي هعمل بيها الممبار، مكونه من طماطم وبصل، فلفل رومي، فلفل حامي. لو ما عندكيش فلفل رومي احمر اللي هو الاخضر العادي، ووحدتين فلفل حامي اختياري. وكمان هيبقى فيه خضره ورز. هنقطع الطماطم ديت جزء منه هنقطعها قطع صغيره وجزء تاني هنبشره بالمبشره، والبصل دوت هنخرطه صغير جدا. ممكن تعمليه بالمبشره، ممكن تعمليه في الكبه. انا قطعت الخضره والفلفل والطماطم والبصل، وكمان هضيف الخضره اهي، وهضيف بقى التوابل اللي هضيفها ملح وكمون وفلفل اسمر، او معلقتين كمون صغيرين ومعلقه فلفل كبيره. وهبدا بقى اقلب كل الخليط دوت كده وادعكه كويس لحد ما يندمج كله مع بعضه. والملح بتظبطيه بقى لما بتحطي الرز. هنحط كمان نص كوبايه زيت كده. احنا اهو دعكناه كويس لحد ما لقينا ريحه البصل طلعت معانا، التوابل كده كلها اندمجت مع بعض. هضيف الزيت هنا كده على الرز وهبدا اقلبه فيها بقى كل المقادير مع بعض. وانا بقلب بدعك كده عشان ادعك الطماطم ديت اللي هي مقطعها قطع. الخضر اللي هنضيفها شبت وبقدونس وكزبره. كمان انا عندي كوبايه طماطم متسبكه اهيت، ببقى محتفظه بيها في التلاجة. ولو ما عندكش الطماطم المتسبكه ديت ممكن تجيبي نص كيلو طماطم وتضربيه في الخلاط، او تزودي الطماطم المبشوره اللي احنا عملناها بالمبشره. عشان احنا كل اللي بنعمله احنا عايزين يبقى يدينا طعم حلو، طعم الطماطم يبقى باين فيه، وتبقى الخلطه بتاعته لونها محمر وحلوه. عشان كده انا زودت الطماطم. ظبطي بقى الملح بتاعها وهنبدا نحشي دلوقتي الممبار. جاهزه معايا وانا خليت فيها سوائل كده من هنا. ضفت لها كمان نص كوبايه ميه. وانتي بتضيفي بقى شويه ميه يعني لحد ما تلاقي السوائل كده بدات في الخلطه تبقى ظاهره، ما تبقاش الخلطه ماسكه معاكي عشان لما تيجي تحشيها الرز ما يبقاش ناشف جوه صوابع الممبار. جبت حله وحطيت فيها ميه، طماطم وبصل وقطعه من الفلفل الحامي، وده اختياري، لو مش حابه تضيفيها خلاص. وهسيبها تغلي فيها ملح وفلفل، التوابل بتاعتها ملح حسب كميه الميه اللي انت حطاها، ومعلقه فلفل
واسيبها تغلي. طريقه سهله تحشي جواها الممبار. بتجيبي ازازه ميه فاضيه وبتقصيها بالشكل دوت، وبتبداي بالحشو الممبار. بنحطها كده، بس لازم بنغسلها كويس قبل ما بنستخدمها، وبنلبس فيها كده الصباع الممبار بالشكل ده، ونبدا نحشي كده. فالرز بينزل معانا بسرعه وبطريقه سهله. وبتعملي بقى الصباع حسب ما انت بتحبيه صغير بتحبيه كبير اهو. يعني مثلا نخليه كده ونفرد كده بالشكل ده اهو، وهبدا اقصه بالمقص اهو. بنخلي الجزء دوت ما فيهوش رز ولا الجزء دوت، وبنفرد كده الرز اهو. ده شكل صباع الممبار. اضيفه دلوقتي في الميه اللي انا غليتها بالشكل ده كده. وما يستوي انا هوريهولكم وانا بحمره. صفيته في مصفى كده، لازم تصفيه من الشوربه اللي فيه، واول ما بيهدى معاكي تبداي تجيبي طاسه وتحطيه فيها بقى عشان تحمريه. في الطاسه عشان احمره، واول ما بياخد لون من تحت بقلبه على الناحيه الثانيه. الشكل النهائي للممبار، وانا رشيت عليه شويه خضره كده، وهقدمه مع بطاطس. والممبار اللي يفضل معاكي ما تحمرهوش كله غير عند الاكل، تحتفظ بيه في التلاجة، ولما تيجي تاكليه بتطلعيه تحمريه. وبالهنا والشفا، واتمنى الوصفه تعجبكم، واتمنى تجربوا وصفه الممبار. بالهنا والشفا.